قرائت و تلاوت قرآن کریم هم خود اصالت دارد و هم مقدمه برای عمل و طهارت نفس و روح است. البته برای رسیدن به جامعه قرآنی ما هنوز راه درازی در پیش داریم. باید تلاش ها و مجاهدت های فراوانی سازماندهی شود تا آنچنانچه شایسته است حق این کتاب الهی را ادا کنیم، حق تلاوت را به جا بیاوریم. باید اقتصاد ما، معیشت ما، رفتار ما با مردم، اخلاق ما، مناسبات ما بین دول در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر قرآنی شود. امیدوارم همچنان که به قرائت و تلاوت قرآن کریم در این سالها به برکت انقلاب اسلامی توجه شده است، به نشر معارف قرآنی و عمل به قرآن نیز اهتمام شود. از همه عزیزانی که این مراسم را تدارک دیدند، از قراء محترم، مفسرین، بزرگان، عزیزانی که عمر خود را در راه ترویج فرهنگ قرآنی صرف کرده اند و از همه شما عزیزان و حضار محترم تشکر و قدردانی می کنم. از خداوند متعال مسئلت دارم در این ماه مبارک ما را از فیوزات الهی و قرآنی و شب قدر که شب نزول قرآن کریم است بهره‌مند گرداند. از او می خواهم که مشکلات جهان اسلام را در پرتو تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رفع بفرماید. از خدای بزرگ مسئلت دارم به ما توفیق عنایت کند تا با خدمت به مردم و انجام وظیفه سهمی ولو ناچیز در تدارک ظهور آن پرچمدار بی بدیل قرآن ناطق و عدالت گستر موعود ایفا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از برادر عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، همکنون رئیس محترم دیوان وقف شیعی عراق و هیئت همراه، هدایایی که برای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند و تقدیم حضور مبارک ایشان خواهند کرد. حضار محترم عبدالغفار محمد سعدالدین که همکنون آماده پاسخگویی به سوالات مطروحه از سوی هیئت محترم داوران می باشند. صفحه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحسنت. صفحة 249. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أحسن بارك الله. صفحة 542. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بارك الله فيك. شكرا. صدق الله. صدق الله العلی العظیم. احسنتم. تشکر میکنیم از نوجوان عزیز اعزامی از کشور مصر، حافظ محترم کل قرآن، جناب آقای محمد عبدالغفار محمد سعدالدین، و دعوت میکنیم از قاری محترم اعزامی از کشور لبنان